تيشيرت نادي الاهلي ده بيشرف وبيمثل اسم مصر. خلصنا من سيادة الموسيقار وغندوري، طلع لنا رضا عبد العال او كابتن رضا عبد العال. انا عايز الفيديو ده بعد فوز نادي الاهلي على انبي 2-0 2-0 2-0، انا مصحى اللايف ده يكون وصل لكابتن رضا عبد العال بعد فوز الاهلي على انبي. قبل ما اوجه الرساله لكابتن رضا عبد العال لنادي الاهلي اللي بيشرف اسم مصر، انا بطلب من جمهور الاهلي الفتره دي اعملوا كده. ايه يا عم موحى، نسمع اغاني؟ اعملوا كده يا جمهور الاهلي، اعمل كده. عارف ده معناه ايه؟ معناه ما تسمعش للناس اللي هقول لك عليها دي، ولا انت شايفهم ولا سامعهم ولا اي حاجه. قبل ما اتكلم انا عايز الفيديو ده يوصل النهارده لرضا عبد العال، تعملوا منشن وتشيروا للبراجيل والشبرا الخيمه والسوهاج والاسكندريه واي حته عايزيننا نشير لها، اكتبوا في الكومنتات. عايز اقول لكابتن رضا عبد العال احنا كلنا ورا منتخب مصر، ده شعار منتخب مصر، ولكن ده شعار نادي الاهلي. ايه يا عم موحى، احنا عارفين ان اعلاميين دول مش عارفين. عايز اقول لكابتن رضا عبد العال اللي بيقول على كولر هجاص، كولر مش هجاص. النادي ده اللي بيعلي من تيشيرت النادي ده سوري المنتخب وبلدنا، نادي الاهلي ده وشعاره اللي انا ببوسه بيعلي من اسم مصر. يعني ده بيعلي من ده للي يفهم. تطلع لي تقول لي كولر لو خد 100 بطوله يبقى هجاص؟ كولر مش هجاص يا كابتن رضا عبد العال. انا بطلب من الاعلاميين والناس اللي بتشوف موحى، بتشوفوا لنا منصه اعلاميه كبيره نطلع نرد على الناس دي ونتكلم، نلحق يا جماعه اللي فاضل. سبحان الله انا بستعجب، احنا فين من الاعلاميين وفين من الاعلام الكبير في الوقت اللي الاهلي محتاجنا؟ الاهلي مصر محتاجانا. قولوا لكابتن رضا عبد العال اللي بيقول لكولر هجاص اللي سبب من اسباب رحيل موسيماني، قولوا له كابتن كولر مش هجاص. كولر عمل ايه مع فريق الترجي الرياضي المحترم الكبير؟ 70% استحواذ، 753 تمريره في مباراه رد الشرف. انت فاهم انت ازاي بتتكلم على كولر؟ ادعموا اللايف يا جمهور الاهلي وشيروه وقولوا لهم كفايه، ده وقت الدعم. واسمحوا لي ان انا طول ما اللايف شغال همسك وعلق تيشيرت نادي الاهلي على كتفي، لان التيشيرت ده كبير وعظيم. اسمحوا لي اهو اهو، اسمحوا لي عشان دي الرساله لازم توصل وتوصل. يلا يا جماعه في الكومنتات وفي التعليقات، معلش منشي لرضا عبد العال وشير عشان النهارده الكلام ده يوصل له. بعد الاهلي ما فاز على الترجي رايح جاي وجاب حق الزمالك نحطه فوق دماغنا، 70% استحواذ، 753 تمريره بس كده يا عم موحى. كولر عمله، كولر صنع الاسامي دي مع نادي الاهلي يا كابتن رضا، احصائيات عشان تقول عليها الجاص، تمام؟ وفريرا البروفيسير، سبحان الله ساكتين ازاي انا مش عارف. قولوا له مين عمل بيرسي تاو؟
ايه يا عم موحى؟ ده موسيماني اللي جابه، لكن اللي صنعه كولر. راضي ذمتكم ده بيرسي تاو اللي احنا نعرفه؟ عدي كابتن بيرسي تاو، تاو وتيكا تباكا تربتوكا. مين اللي عمل حسين الشحات؟ ايه يا عم موحى؟ قولوا لي اداء حسين الشحات. بتكلم كوره، بتكلم دعم بما يرضي الله. خلصنا من الموسيقار وغندوري، طلع لنا كابتن رضا عبد العال. انا مش هسمح المره دي ان حد يهز صوره لعيبه الاهلي وجمهور الاهلي اللي بيمثل اسم مصر في بطوله افريقيا الا ال11. للي عايز يفهم، حسين الشحات الاداء امام نادي الريال والاداء الثابت، تمسك الخشب يمين وشمال، هو ده حسين الشحات. كولر الكبير، كهربا اللي كان من اسباب كبيره جدا مع كابتن موسيماني ورحيله. مين اللي اعتمد كهربا ومين اللي دعم كهربا ومين اللي وظف كهربا؟ يا كابتن رضا عبد العال، رد بقى عليا. اقسم بالله اللايف هيوصل لك وهتشوفه، واعلاميين موجودين في القنوات هتوريهولك، هتقول لك اسمع موحى المحايد اللي بيقول كلمه حق، كل عيش، اشتغل، يعني اعمل حاجات في وقت ما ينفعش فيها التلمس والكلام على نادي الاهلي بانتقاد غلط. الوقت ده بالذات افهموا، اعرفوا موحى بينبح صوته ليه وانا تعبان ومريض، واقسم بالله انا مخيط وعامل عمليه خياطه. بس اللي يفهم، مين اللي عمل مروان عطيه؟ مين اللي وظف مروان عطيه؟ مين اللي غير الشكل نادي الاهلي بعد مروان عطيه؟ مش ده كولر؟ مش ده مدرب؟ مش ده فكر؟ بترد عليا اصل انت يا كابتن رضا اصل كولر هجاص منين؟ نخلي مروان عطيه على جنب. مين اللي عمل؟ محمود متولي اللي كان ماشي ببلاش، اللي بقى من اعمده كان مع عبد المنعم، انا هديله ومش هرحمه، هو وغندوري والموسيقار واي حد هيجي بالغلط على النادي ده. ابن بلدي وجمهوره اللي شفت منه كل خير وكل حب، بيوقفوني في الشارع في الكافيهات في اي حته، بياخدوني بالاحضان وبالبوس، وعمري ما شفت منهم كلمه خارجيه، وشايف منهم خير. ولما اقول دعم الحمد لله موحى بيبقى رقم واحد، وفاضلين بفضل ربنا محتلين الصداره ورقم واحد بعد كل مباراه للاهلي، بعد كل فوز، بعد كل بطوله. وبشكر مسؤولين الاهلي واعضاء الاهلي وكل حد اهلاوي بيديني رسائل دعم، واحنا في ظهرك يا موحى يا محترم، يا اللي بتقول كلمه الحق. مش عايز اي حاجه تاني، هقولها مقوله وهقولها حكمه لجمهور الاهلي. بس بالله عليك بعد ما تسمع الحكمه دي خدها سكرين ونزلها عندك حلقه على الواتس، اعمل سكرين فيديو دلوقتي وخد الحته دي شير ارجوك، لان الحته دي كبيره قوي للي يفهمها. اسمع يا سياده الموسيقار، اسمع يا كابتن غندوري، اسمع يا كابتن رضا عبد العال. وانا بحترم كل الناس وعمري ما سئت لحد. السمك مهما كتر الحوت هيفضل اكبر. الاهلي الحوت واللي هيقف قدامه هيموت. اضحك يا بقي. دي الحكمه اللي عايز اقولها لجمهور الاهلي، للي يفهم بقى واللي يقدر. لو كتر الحاقدين والمنتقدين والناس اللي مش عايزه اسم مصر يعلى، الناس دي هتفضل صغيره.
لان هم بيتكلموا وبينتقدوا في الكبير الحوت الاهلي، فمهما كترته الاهلي هيفضل كبير، هيفضل اقوى، واللي هيقف قدامه هيموت. ده كلام بكل حياديه وبكل امانه. شكرا للناس المحترمه اللي بتدعم موحى، شكرا لكل الناس اللي شاف كومنتاتها في اللايف. شكرا يا موحى. يا جماعه انا راجل بحترم وبحب جدا المغرب وانتوا عارفين، وبقدر جدا فرقه الوداد الرياضي المغربيه، ودي حاجه ما تزعلش حد، ولكن تيجي في ابن بلدي نادي الاهلي اللي بيمثل اسم مصر يبقى رقم واحد عندي، رقم واحد عندي الاهلي بلد مصر، مع احترامي للوداد في مقابله قويه شريفه محترمه كبيره. الوداد لو كسب اقول له مبروك، وطبعا ربنا اللي يعلم غلاوه المغرب ايه، ولكن ده ابن بلدي، ده نادي الاهلي. افهم يا كابتن رضا، افهم يا كابتن خالد، افهم يا عمرو يا جرجيري ولا يا درديري، افهموا واعرفوا القصه والحدوته. اكل العيش ما قلناش حاجه، بس ربنا هو اللي بيدي الارزاق، ربنا هو لوحده قادر يخليك في حته ويجيبك في حته. اعرفوا ده كويس. الرزق مش هيقف على الكلام وعلى الفكر. لو هتستفز الاهلي عشان تاخد العيش مفيش مشكله، بس في نقط حساسه، في وقت ما ينفعش فيه غير الحياديه والامانه والدعم. وده كلامي بكل امانه وحياديه لشعب الاهلي والشعب المصري العظيم اللي عنده مصر رقم واحد، وعنده حب نادي الاهلي بكل امانه وحياديه، ومش اكتر ولا اقل. ده كان كلام النهارده ورد فعلي وتحليلي لفوز الاهلي على انبي. بالمناسبه ده 11 فوز متتالي على انبي، 22 مباراه، والاهلي متصدر الدوري وفاضل له حوالي 6 مباريات وثلاث تاجيلات ولا ماتشين مؤجلين. ولسه ما سمعتش اتحاد الكوره قبل مباراه الوداد يأجل الماتشين اللي جايين، او على الاقل ماتش للنادي الاهلي عشان يلعب الوداد مرتاح، ماتش في القاهره وماتش في المغرب بلدنا اللي لها كل الدعم والاحترام، اخواتنا الاشقاء المحترمين اللي ما شفناش منهم غير كل ادب واحترام. يا ريت يا جماعه في الكومنتات المحترمه يا ريت اسمع كفايه انتقاد يا كابتن رضا، اتعلم، شوف، وصلوا في التعليقات، لانه هيخش ويشوفوا التعليقات. كابتن رضا عبد العال انا متاكد يا جماعه ان اللايف ده هيظهر له وهيوصل له، وفي ناس كتيره هتوروه له. كل واحد يسيب له كومنت دلوقتي وانا في اللايف ومعايا الرقم المحترم ده، سيبوا له تعليق وهديكوا ثانيه عشان كله يكتب تعليقات ويسمع ويشوف، يبقى سمع وشاف وقرا. خلصنا، وهيجي اليوم ان شاء الله اللي ربنا هيكرمنا واعلامي محترم، منظومه اعلاميه محترمه تكلم موحى تقول له تعالى يا عم موحى اطلع في البرنامج وخلي الناس تسمع صوتك، بدل الناس اللي عماله تودي حاجات غلط. يبقى احنا بقى لنا دور بعد السنين والتعب ده في الوقت اللي احنا نفسنا نعمل حاجه فيه بجد مع الاهلي. اقسم بالله ما عايز اي جنيه في اي قناه، لله بتبرع بها للاهلاويه ولاي حد محترم، مش اكتر ولا اقل. قبل ما اقفل اللايف وانهيه، الفتره دي يا جمهور الاهلي عايزكم تعملوا كده، تتفرجوا على فريقكم وادارتكم وكولر، وتقفلوا ودنكم عن غندوري وكيسه وبيسه والموسيقار وكابتن رضا عبد العال واي حد ينتقد الشعار ده.
اعملوا كده، احنا مش سامعينكم. تمام ولا اقول تاني؟ مبروك النادي الاهلي الفوز الصاعق على انبي 2-0، هدف محمد شريف، ثم هدف ولا اروع لعبد القادر، وطبعا نزول مصطفى شوبير، واللفته اللي عملها جمهور الاهلي مع علي لطفي. مباراه جميله، مباراه حلوه، جمهور جميل بيوجه رسائل. مبروك مبروك على كل حاجه حلوه بتعملوها، ويا رب اللايف ده يكون عجبكم، واستنوني دايما في الوقت اللي انتم محتاجيني فيه. مو هيفضل رقم واحد، والكل هيقلدنا، والكل هياخدنا قدوه ليه، وهيعمل وينفذ، وهيدعم الاهلي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقبل ما اقفل اللايف، ومعانا الرقم اللي موجود دوت، اللايف ده برعايه شركه ايفر توب للمبيدات الحشريه، فطري مغذي. ها بتوع الزراعه، فطري مغذي حشري. اضحك يا بقي. السلام عليكم.